السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن مشروع المينيمال اي بي اي بروجكت. ايه هي الفرق ما بين المينيمال اي بي اي والكنترولر؟ المينيمال اي بي اي هي ببساطه هي اتعملت علشان تجيب المبرمجين الجدد. الكنترولر زمان هي كانت حاجه من البدايات، وهي حاجه كانت قويه جدا وكانت بتقدر تخلينا نقدر نشتغل بشكل احسن. لكن مع وجود دلوقتي حاجه زي النود جي اس، وفكره انك انت خلاص راوت وفاست اند بوينت تقدر تكتبها وبطريقه سريعه تقدر تكتب الاند بوينتس، فبالتالي المينيمال اي بي اي اتعملت. المينيمال اي بي اي هي كبرفورمانس اوف كود هي افضل، كان هي سكابيليتي وان اقدر انا اوسع في الكود بتاعي بشكل احسن موجوده. وفي نفس الوقت ادتني ميزه اللي هي بتاعت ان انا دلوقتي بقى عندي اقدر اشتغل على السوليد برنسبل فيها. الكنترولر كانت بتبقى كل مثلا، خلينا نتكلم مثلا عن ايتم كنترولر، فالكارد اوبريشن كامله كانت بتتعمل جوه ملف واحد، جوه ملف الكنترولر بتاعها. فبالتالي كان بيخلي الكود بتاعي حجمه كبير، وفي نفس الوقت انا كده ما بقتش ماشي على السوليد برنسبل. ليه؟ لان كده الكلاس ما بقاش بيعمل حاجه واحده، لا ده بقى بيعمل اكتر من حاجه، بيبقى بيكريت وبيعيد ويابديت وديليت، وكل واحد فيهم بيبقى ليه لوجيك خاص بيه. فبالتالي عشان اقدر اهندل الجزئيه ديت كنت بضطر ان انا اعمل كلاس سيرفيس اقدر اهندل فيه اللوجيك، واروح للكنترولر اعمل امبلمنتيشن للوجيك بتاعي. في المينيمال اي بي اي نتعلم ازاي نقدر نستخدم السوليد برنسبل فيها، وازاي نقدر نسيبريت كل اند بوينت ان هي تكون في فايل خاص لوحدها. طيب، ايه هي الباكج اللي احنا نحتاج نستخدمها؟ اول باكج عندي هنحتاجها هي الكارتر باكج، ودي باكج هتساعدنا في الراوتنج من البروجرام 6 للفايل الاكسترن اللي احنا هنشتغل بيه. والباكجز التانية اللي هي بتاعت الانتيتي فريم ورك، زي الانتيتي فريم كور ديزاين وبوستجرز، وطبعا سكيلر علشان نقدر نشوف الكود بتاعنا بعد ما نخلصه. جميل. نبدأ نروح دلوقتي للبروجرام دوت سي اس بتاعنا. خلينا نفتح من السوليوشن افضل. وجوه البروجرام بتاعي هنا عندي ايه الحاجات اللي موجوده؟ اول حاجه ببدا اعمل امبلمنتيشن للدي بي كونتكست بتاعي، فبعمل هنا builder دوت سيرفيس دوت اد دي بي كونتكست، الاب دي بي كونتكست بتاعي، وال البوستجريس انتجريشن كمان. تاني حاجه بروح هنا في السطر ده بعمل برضه builder دوت سيرفيس دوت اد كارتا. تمام. وبعد كده في الانفايرمنت في الديفلوبمنت برضه بعمل امبلمنتيشن لسكيلر اي بي اي ريفرنس علشان ابدا استخدمه. وفي الاخر خالص بقى اخر حاجه بعملها هي الاب ماب كارتر. طيب جميل. خلينا كده نبص بسرعه ايه هي التيبلز والحاجات اللي احنا عملناها هنا. الاب دي بيكون تكست، دي بيكون تكست تيبل واحد وهنسميه ايتمز، والايتم بيحتوي على اي دي نيم ديسكريبشن. سيمبل جدا ما فيهوش شغل كتير. المايجريشن طبعا عملنا مايجريشن عشان نربطه بالداتابيس. طيب نبدا نخش جوه الفولدر بتاع الاند بوينت. اول حاجه احنا طبعا عملنا فولدر سميناه ايتم اند بوينتس، جواه هيكون كل اند بوينتس انا محتاجها اقدر كريتها. فبالتالي نبدا باول اند بوينت بتاعتي اللي هي الكريت. بعمل كلاس بسميه كريت ايتم اند بوينت بيكستند من كلاس الكارتر موديول. كلاس الكارتر موديول بيكون عنده one ميثود لازم اعمل لها implementation اللي هي الاد اوت. جوه الاد اوت بتديني الاي اند بوينت راوتر بيلدر اللي هو بيديني الاب عشان اقدر استخدم الاب واعمل بيه ماب بوست، ماب جيت، ماب بوت، كل اللي انا عايزه، ماب ديليت، كل اللي انا عايزه. تمام. الماب بوست او الماب عامه بتاخد مني حاجتين اساسيتين. اول حاجه هو الراوتنج بتاعها فبيكون string. تاني حاجة هو اللوجيك أو الميثود اللي أنا هكريت فيها اللوجيك بتاع أو الكود بتاع الاند بوينت. طيب هي بتكون async، فهنا ده البارامتر بتاعي. هنا بيكون الاد بيكون تكست والكونتكست بتاعتي، وهنا هيكون في الايتم. فببدأ أمشي في الكود. هنا الكونتكست ايتمز اد سيف تشينجز، بعد كده في الآخر بعمل زي مابينج، يعني لو في دي تي او أو كده الريزلت في الآخر بقول له results دوت اوكي، وبقول له الريزلت بتاعتي. الريزلتس بتحتوي على حاجات كتير جدا زي مثلا results دوت بات ريكوست، result دوت not found. فدي حاجة كويسة جدا. طيب الجزء اللي بعديه ده هو هيكون لي السكيلر with name، ده هيكون اسم end point على سكيلر وجوه فولدر اسمه items.
جميل. طيب نروح للجيت، نفس الموضوع، كارتر موديول، كل حاجة add routes item، والفانكشن بتاعتي المرة دي ما عنديش insert، فبالتالي ما عملتش implement للايتم class. وهنا بقول له var all items او wait context item dot to list async، وبديله النيم get all items، وفي الاخر بديله التكست. جميل جدا. الميزه في الموضوع ده خلاص ان هو كده بيقول ببساطه مش هحتاج ان انا هعمل فولدر سيرفيس. لان انا ليه اعمل فولدر سيرفيس؟ ما انا عندي كله بيتهندل في فايل واحد، فبالتالي الاند بوينت الواحده خلاص هيبقى كل اللوجيك بتاعها بكل الامبلمنتيشن بتاعتها موجوده في الفايل بتاع الاند بوينت بتاعتها. جميل جدا. طيب دلوقتي احنا عايزين نرن المشروع ده، وكانت في واحده من الناس سالت عليها، حد سال ان الديباج مش شغال في الفي اس كود، فدلوقتي احنا عايزين نشغل الديباج. طيب هنقفل السوليوشن، هنروح للمينيمال بروجكت بتاعنا، هنروح لملف الدوت في اس كود. جوه ملف الدوت في اس كود باخد الملف ده، بروح لشات جي بي تي بقول له انا عندي ملف اللانش دوت جيسون عايزك تكتبه لي ان هو يعمل لي ديباج لمشروع الويب اي بي اي بتاعي. فهيكريت لك الملف ده. بعد كده يقول لك انت محتاج تكريت ملف بايدك اسمه التاسكس دوت جيسون. لو هو موجود ماشي، لو هو مش موجود تقدر برضه انت تكريته بايدك وتدي له برضه الامبلمنتيشن بتاعته ده. ولكن في حاجه لازم تاخد بالك منها، ان الدوت نت في شات جي بي تي اخر فيرجن تقريبا في المجاني هو فيرجن 8. تمام. فانت محتاج في البروجرام في الباث ده تحدثه لدوت نت 9 او للفيرجن اللي انت بتشتغل عليه، عشان ده الباث بتاع المينيمال اي بي اي بروجكت دي ال ال. تمام. بعد ما بخلص هنروح هنا للران اند ديباج، تلاقي هنا الاسم اللي احنا سميناه اللي هو دوت نت كور لانش ويب موجود، اختاره. بعد كده اقول له ستارت ديباجنج. تمام. دلوقتي هو بيبدأ يستارت. تمام. طيب هو هنا بيقول لك انت عندك كام بريك بوينت، فبقول له تمام انا عندي دي اول بريك بوينت ستيب اوفر، واديني لي البريك بوينت اللي بعدها اللي هي الجيت ستيب اوفر، واللي بعدها في الاخر خلاص يلا هيبدأ يرن لك البروجكت بتاعك. طيب هنا هنعمله سلاش سكيلر، وبنبدأ نبص على الايتمز عندي. خلاص خلينا مثلا نتست هنا ريكوست، هديله هنا الاي دي طبعا بالكاد اوتوماتيك، خلينا نديله نيم وليكن النيم هنسميه مثلا امازون، والديسكريبشن ماركت مثلا، وهقول له سند. طيب اول ما انا بدوس سند هنا هو ما عملش سند على طول، لان خلاص احنا هنا وصلنا للبريك بوينت بتاعتنا بتاعت البوست. هنا اقدر بالستيب انفو اقدر امشي خطوه خطوه جوه المشروع، بيوري لك الحاجات اللي بتحصل في الداتابيز. تقدر تبص هنا، تقدر يعني حرفيا اكسباند، تقدر تشوف احسن كمان حتى من اللي كان موجود في الفيجوال ستوديو العادي، ودي حاجه جامده جدا. خلينا نكمل. تمام. الستيب اللي بعدها، الستيب اللي بعدها، وهكذا وهكذا. خلاص كده خلاص الستيب دي خلاص كل الستبس اللي موجوده ليه الاند بوينت، في الاخر هترجع تلاقي الريسبونس بتاعك. طيب خلينا نروح للجيت واقول له هنا send. طيب نفس الموضوع، هنا هنزل خطوة خطوة. خلاص بشوف هنا قال لك في كاونت 10، 10 داتا موجودة، بيكستندها خلاص بيطلعها. وفي الآخر تمام نرجع هنا للفيو بتاعنا، تلاقي نزل لك الليستة بتاعتك من الداتا اللي موجودة. طيب ايه هي المميزات؟ طبعا انت تكون عندك راحة كبيرة جدا في كتابة الكود باستخدام المينيمال اي بي اي. خلاص انت اللوجيك وطريقة الكتابة بتاعة الكنترولر لا بقت أريح بكتير. طبعا باستخدام باكج زي كاتا موديول. كاتا موديول هي مش بس بتعمل لك امبلمنت للراوتس، هي كمان فيها انك انت بتعمل ريت ليميت للاند بوينت، تقدر تعمل اوثرايزيشن، تقدر تعمل حاجات كتيرة جدا باستخدام الكاتا موديول. فدي باكج بتسهل كمان كتابة الاند بوينت، اي بي اي فيرجننج، كل الحاجات دي. تمام. ف كتابة الكود بالمينيمال اي بي اي هي ميزة أساسية، بالعكس هي تسهل عليك بعد كده في المشاريع قدام من ناحية الكواليتي والبرفورمانس اللي أنت بتطلعه في المشروع. المشروع بتاعك بيشتغل برفورمانس أحسن بكتير جدا من الكنترولر. يعني أنا شايف إنك أنت لازم يكون عندك تتعلم الاتنين كويسين جدا هيفيدوك. المينيمال اي بي اي هيكون أحسن ليك في التطور وإنك أنت تواكب النيو تكنولوجيز، وفي نفس الوقت هيكون ميزة كويسة إن يكون عندك
مينيمال اي بي اي وفي نفس الوقت كنترولز. ف ايه رايك في المينيمال اي بي ايز؟ جربتها؟ لو انت جربتها قول لي ايه رايك فيها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم.